يا اهلا بيك يا معلم في قناة عمرانكو. النهارده احنا مش هنحكي مجرد فيلم، احنا هنحكي قصة صايعة بجد ومستوحاة من احداث حقيقية لواحد عبقري قدر بذكائه وشوية ورق يزورهم انه يركب اكبر بنوك في اوروبا وامريكا. المرجيحة بطلنا اسمه لوسيو، وده مش اي حد، ده عامل بنا بسيط بس بدماغ جراح عالمي قدر يخلي مديرين البنوك يكلموا نفسهم. الحكاية بتبدأ بينا في باريس السنة 1962 والجو مكهرب باخر حاجة. بنشوف لوسيو وهو داخل المطار ببروده المعتاد، بس مراته كانت قاعدة في العربية بره ودمها محروق من القلق. واول ما لمحت ان المكان متحوط بالشرطه من كل حته عرفت ان في عصفوره خاينه بلغت عنهم. جرت عليه بسرعه عشان تلحق تنقذه، وفوق ده كله كان فيه المحقق كوستيلو اللي كان واقف بياخد مواصفات لوسيو من العساكر وعينه وسط راسه. لوسيو اول ما شاف كوستيلو قدامه متهزش والدماغ بدات توزه على فكره شيطانيه. لوسيو كان معاه شنطه مليانه رز ملوخيه، فلوس كتير طبعا، وبدل ما يهرب لوحده ويتمسك قرر يعمل مهرجان في صاله المطار. راح فاتح الشنطه ورمي الفلوس في الهوا، والناس يا معلم اول ما شافت الرز بيطير اتجننت. كله نزل يلم من على الارض ويخبط في بعضه، وفي وسط الزحمه والهرجله دي لوسيو خلع زي الشعره من العجين بذكاء يدرس وساب كوستيلو يلطم.